يا اهلا وسهلا ومساء الورد على الجميع. حياكم الله في حلقة جديدة من الكمار والمعدومة. اعطوني داخل لقيت سيارة خالد عبد الرحمن مرفوعة، وهذه كمارو كقط 700. اللي يتابع يوسف فندي وكتب ان البدي للبيع، هذا يوسف يبي له جلد، ما هي للبيع السيارة. نصاب كذب على متابعينه، يقول فاك الماكينة والجير وبيع بدي، ما يبي. نصاب يوسف. تخيل اقوم من النوم القى في عندي اضافات كثير في سناب، يجيني يسالوني عن السيارة، ادخل على سناب يوسف صورها، يقول هذا راعيها شرى الماكينة، شرى السيارة عشان ياخذ الماكينة والجير والبدي ما يبي. يا اخي نصاب فقش فكشة، فالله يهديه ان شاء الله وحسابه عسير. هذه المسكينة شوف كيف شكلها محزن، شكلها محزن كذا. طبعا صدري معدوم، يا دوب اتكلم. يا ساتر يا رب. خلونا ناخذ فكرة عنها سريعة، يلا بسم الله. الحين فكوا الماكينة بالكامل، فرطوها الا الاشياء اللي شايفينها، البساتم ما ادري على لسه موجودة، لكن فكوا الروس، فكوا الكارتير. الدنيا طلعت بلاوي محيوسة حوس، اشياء غريبة يعني صراحة. ما ادري مين اللي اشتغلها قبل، لكن فيها كذا حوس شوي، والظاهر غاشين رجال مغيرين، ما ادري مسوين فيها بلاوي. الحين هشام مدير كبير بيشرح لنا بعض الاشياء الموجودة او اللي حصلها في الماكينة، وطبعا اللي بيشرح عنها هو الاشياء اللي بتغيرها، ونشوف عاد ان شاء الله ييسر. تركب خلال فترة بسيطة وندرمجها. الجير مبدئيا اموره تمام، شريت له بس علبة هذه اللي يسموها علبة اللي تحت واللي فوق بغيرها، ويبي لها شفتر، وان شاء الله انه اموره تمام خلاص ما يحتاج، يمكن اغير زيتها بس وخلاص. الماكينة هي الفيلم، ف قولوا ما شاء الله، الله يبارك له. هنا في اشياء بنفحصها في السلندر السيارة. هنا تفحص وش البور حق الان انا عم ساوي مجهز الساعة، ايوه، عشان افحص البور تبع السلندر، عشان نشوف كم خرطة وكذا. صح. شايف كيف هنا زيرو فوق؟ شايف؟ اوكي. هنا بنحط مقاس الستاندر، بنعير الساعة عليه، وهلا بنروح على الماكينة. الله ييسر. طبعا الاشياء اللي قاعد يفحصها الحين المهندس هشام مو شرط اني اعرفها او افهم فيها، لكن في اشياء معينه هم لازم يشوفوها يتاكدوا انها تمام او معدومه او بيها تغيير. عشان كذا الواحد يروح من ورش زي كذا، يعني خبره ولها فتره طويله في الاشياء هذه، وتقريبا فاحص مكاين كثير. طبعا الان عم نفحص السلندر بور لنعرف اذا ينفع نكمل فيه ولا لا، بس الحمد لله مبدئيا الامور بخير. طيب ايش الخطوه الجايه حتسوي فيه يعني؟ اذا كل الامور تمام بس بنسوي له بولش، بنشيل بساتم، بنسوي بولش ونرجع نجمع نفس البساتم. اذا كان يحتاج خرط فلازم نخرط بورينج اكبر ونجيب بساتم اكبر. الله يستر. الحمد لله الامور بخير. يا سلام. طبعا كنا شاكين عليه كام زدر 1، لكن اكتشفوا انه كان بالوكاله اللي عليه. وكان فيها صوت زي الرف خفيفه من ايش؟ قلت لي احتمال كانت الرف، ومركبين كرانك سنسر تبع ال اس 1. يا سلام. الكرانك سنسر حق ال اس 1 يقول اصلا ما ينفع، ومعطينا فولتج غلط اصلا. وهذه قلت عليها ايش فيها كانت؟ دفاش تنشنر مكسور. لا اللي هنا، ايوه شوف مش شادين بكره الكرنك، شوف كانت تسوي هنا سليب، وشوف الحراره، شوف كيف صايره هنا كونكت شنفره. طبعا يبينا الافترات ويبينا اشياء كثير، تقريبا شبه توظيف الموضوع. الحمد لله السلندر. ورني الشغال بعد هنا، البور كويس. اوكي. شوف الريش بالشغال، هذا الريش بالشغال. هذه من الدفاش القطعه، شوف هذا رايش لان قد وضبوها الظاهر ولا غيروا. هي يتغير المفروض ولا يتنظف؟ المفروض يتنظف يتغسل صح. وحتى شوف الجلده القديمه مركبينها وحاطين لها سيليكون. يا سلام. مرقع يا مرقع والله مشكله.
حتى طرمبة الزيت يقول لي معدومة الطرمبة مرجعينها يعني. طرمبة الزيت كلها مجرحة خلاص، باينة من هنا لأنه هذه طالعة برا. لو تضيق دقق من جوا تشوفها كيف مجرحة. ما راح تكون واضحة، بس معناها يوم آخر توظيف وضبوها ما غيروا ولا شيء. هنا هذه السبايك، هذه السبايك المجرحة حاطين خرط 10. يا سلام والله مشكلة يعني. هو يعني كنت متوقع شيء بسيط يكون، لكن عاد الحمد لله. وفي أشياء يعني ما يحتاج تغيير 100%، لكن احتياطا بغيرها. بسوي لها كذا خلطة صغيرة كذا حلوة حقت استخدام يومي، وطبعا زي ما قلت لكم تدريب. إن شاء الله اللي بيدرب ينطرب على الشغل اللي بنسويه. ما راح أعلمكم شغل الشفراوية ده، بطبق عليكم الحين. كل شيء سر، دعاء الوالدين. تقول لي ايش فيه هذا؟ الدفاش مكسور بس. طبعا هذا يعتبر كونسيومبل، يعني لازم يتغير عند التوضيب كده. كل مثلا نفك ماكينة كل 100,000 فيها أصوات يعني. أيوة لازم يتغير الدفاش طبعا. شوف كيف تعبان هنا الجنزير كيف. احنا ايش مسوي اذا ركبنا؟ شوف كيف يصير بدون دفاش مرخي الجنزير. تروح الباور تفرق التايمينج، حتى بيكسر بالف، ممكن يكسر بالف. يا سلام. ايوه. الكرانك كيف اموره؟ كرانك معدوم، خروط 10 بالألف ثابت و10 بالألف متحرك ومجرد. اوريك هذا المخروط جديد، شوف كيف مجرح. شايف كيف تحط ضفرك هنا تلاقي خشونه. شايف كيف هنا في حرف خشن. والمتحرك فكيناه بس انا مركبه لاني كنت بخسر هنا. وانا زي ما قلت لكم ممكن خرط ما خرط، لكن بنغير مره واحده افضل عشان راحه البال. بما ان البلوك ما يحتاج تغيير، نخلطه بس وننظفه، او النظفه ما ادري والله ايش بسوي فيه، فخلاص ما يحتاج اني اغير ماكينه بشكل كامل. ف في اشياء نستخدمها، في اشياء بنرميها ونصلح، نشوف ان شاء الله ييسر. يعني الافضل انك تعرف بدري قبل ما تشتغل على شيء بعدين ينعدم. يعني لو ما كانت معدومه من الاساس مفكناها، كان ممكن بعد شهر استخدام ولا يوم درفت بس تنفجر علي ولا يجيها شيء ويلا عاد تدخل بسالفه ثانيه. فكويس من البدايه عرفنا كل شيء، نصلح فيها اللي نصلحه ونحاول نعدل اللي نقدر نعدله. في اشياء نخليها وكاله، في اشياء نغيرها، عاد نسوي خلطه كذا صغيره لمسات هشام. فالله يعطي العافيه، نشوف ان شاء الله ييسر وان شاء الله كل شيء تمام. واذا عندكم اي سؤال يخص مكان اللس والتعديل بشكل عام اكتبوه في التعليقات. اذا شيء عن الماكينه بس في هشام في المره الجايه اللي ازوره فيه، واذا شيء انا اعرف فيه كان عن درفت او اي شيء اقدر يعني اعطيكم معلومه عنه بكتب برد عليكم ان شاء الله. الله يعطيكم العافيه، لا تنسوا لايك وسبسكرايب، وخليكم معي ان شاء الله انا وياكم نصير افضل مدرفتين في العالم كله.